مجيد دقة؟ ايه مجيد دقة. وياك المحقق حجة أخي. انت وحدك؟ ماكو شرطة يجي هنا هو لابس الزي الرسمي. شو اجيبكم؟ بس قهوة شكرا. تريد شوية؟ لا مشكور. كيفك؟ انت عندك شي كيد تقول لي بيه؟ من اتصلت بيه؟ ايه صحيح. إذا تريد تسوي شراكة على فلوس أنت اتصلت بالشرطة الغلط، وأنا هي الشراكة ما أريد. زين، لأن أنا متورط، حتى ما عندي فلوس أدفع القهوة، بس عندي معلومات مهمة. سولف يلا خلي أسمع. مش وقت كنت بالمدينة؟ صار لي 3 سنوات بالمهنتي بهاي المدينة. هم تخلي معك ملف قضية كبيرة باليوم الأول؟ هذا حكي مال صحف. أنت شنو علاقتك بيه؟ شهوة كبيرة صارت واعتقد انتهت. عندك معلومات تساعدنا؟ ايه عندي. احكي مجيد، شنو المعلومات؟ وبالمقابل فلوس للحماية. ما اريد اي شيء، بس عندي ناس احميهم. العائلة هي نفض ضعفك، مو؟ شي عندك أمك مريضة لو زوجتك وطارت؟ زوجتي وبنتين. ماكو واحد يساعدك، ما اعتقد. دائما كان ابويا يقول الشخص يحتاج اصدقاء حتى يبقى عادل بهذا العالم. ايه بس بعالمي الوضع يختلف. ما متفاجئ. اسمع، ما اقدر اوعدك تشيل عائلتك قبل ما اسمع ايش عندك من معلومات، لو تضيع الوقت لحد ما ياخذوك او تنتهي للابد. عبالك اني شارد؟ اي مجيد، شوف الصاير بيك، كعبان وما نايم. صار لك ايام متباوع على الرايح والجاي، ويمكن هناك واحد عنده سلطة يدور عليك حتى يقتلك ويشمرك بالنار. واذا طلعت من هذا الباب الله اللي يعلم ايش راح يصير بحالك. بس اذا بقيت هنا وحكيت لقصتك يمكن تحصل على فرصة تعيش حياة طويلة وتشوف بنتك تتزوج. بعيد عن الحكي راح اشتري لك كوب قهوة. يا رب ما اعرف ايش انا وصلت بهالمرحلة. ماكو واحد يعرف ايش راح يصير بالمستقبل، وانت ما عشت بهاي البيئة الخطرة، مو؟ لا، كنت سايق تكسب ذيك الفترة. كنت اشتغل بالليل لين احصل فلوس اكثر، ويوم من الايام شفت توفيق وحسام اول مرة. ابن الكلب. قوم حسام، اكو سيارة تاكسي هنا، يلا تحرك هناك بسرعة. وين توصلون؟ وين ما كان بسرعة. وقف هناك يم المحل. كو ما تعبت؟ لا ما تعبان. انتظر هنا. ليش؟ تريد كرامة يم الحج لي ولا؟
هاي كرامية، كروتك وكسلة سيارتك، زين؟ لا هذا كاسو سايد. زين. حج يعقوب يقول الشكر لي منه، وإذا ردك أي شي، فلوس، شغل، الحج ما ينسى أصدقائه. تمام مشكور. شوف، الشغلة بيناتنا، وأي واحد يسألك عن فلوس أو السيارة تضررت، ظلالك عذر أو حادث، دير بالك تتذكر اسمنا أو الحجي، مفهوم؟ ماشي. مع السلامة صاحبي. لما فتحت الظرف تفاجئت كان المبلغ كلش هواي، يكفي اصلح السيارة وحتى اشتري السيارة. وفكرك بحكي توفيق على الشغل، ما كنت مهتم بالفلوس ولا اريد ادخل بهيج شغل، حياة ما بيها راحة وعصابات واغتيالات، فقررت ما اشتغل وياهم.